لو انت طالب ثانويه عامه او ازهريه ركز معايا شويه في الكلمتين دول عشان هم اللي هيفرقوا معاك في الفينش بتاعك الفتره الجايه. انا جاي اقول لك النهارده ان النوم بتاعك هو اهم استثمار هتعمله في الفتره اللي باقيه دي، وعارف ان اهلك ممكن يعرضوا الكلام ده، بس اسمع من طالب كان مكانك ومجرب ولسه بيجرب الى الان. المعظم فاكر انه لما يقلل نومه لاربع او خمس ساعات الناس بتوصل لثلاث ساعات، ارقام خياليه كده، انه كده بيزود انتاجيته. بس الحقيقه انك كده بتهد انتاجيتك مش بتزودها خالص. دماغك ربنا خالقها بنظام واضح، اديها حقها عشان تديك حقك، والا هتفقد تركيزك تماما وهتبقى كمثل الحمار يحمله اسفاره. مجهود جبار وتعب بس من غير استيعاب حقيقي. ودي تجربة أنا لسه بعيشها حاليا في امتحاناتي. الأيام اللي بروح فيها الامتحان مطبق ما بكونش عارف أجمع حتى الكلمات من قلة التركيز، واليوم اللي بنام فيه كويس بجمع وبأدي ممتاز جدا، وبحس فعلا بفرق الاستيعاب. الخلاصة اللي عايزك تطلع بيها من الفيديو ده عشان وقتك، نومك مش رفاهية، نومك هو الأساس وبعده بيجي أي حاجة تانية. خد لك على الأقل سبع ساعات نوم ليلي هادي بعيدا عن أي مشتتات عشان تقوم برنس وفايق تكمل واجباتك وتفرم مادتك. لو في أي حاجة وقفت معاك أو سؤال سيبهولي في كومنت وهرد عليك. سلام.